ماشي، رجعت لكم تاني. فاحنا ده هو. وبعدين نطلع بره بقى. انتوا المفروض ان انتوا الصيفي بيخلصوا الاسبوع اللي هو كله، اللي هما سبع، اللي هو تخلصوا كل الحصص الموجوده، اللي هو بروجكت واللي هو ويك راب اب ده. المفروض ان انتوا تخلصوه كل قبل حصه. يعني انتوا المفروض تخلصوا 3 ويكس يعني بص، ده سيشن 3 اللي هو ويك 3، المفروض تخلصوه قبل مثلا اللي هو سيشن 3 اللي هو تالت حصه من الافتراضيه. عشان دي برضه انا مكنتش عارفاها. يعني مثلا اول اسبوع خالص، قبل المفروض اول حصه خالص تتفرجوا عليها، اللي هي اول حصه افتراضيه، اللي هي اونلاين، ان انتوا بتخشوا على زوم بقى او على اي حاجه هما قايلينها لكم. انتوا بتخشوا بتقولوا انضمام الجلسه هوريكم. المفروض ان انتوا ت- تكونوا متفرجين عليها. يعني في اللي هو انتوا ليه مش فاهميني؟ انا مش عارفه انتوا فاهميني ولا لا، لكن اللي هو يعني ان شاء الله تكونوا فاهميني. ان هو هنا سيشن 1 اللي هو ويك 1، ان هو في مثلا 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 الحاجات دي، اللي هو والكويزز والبروجكت 1 والبروجكت 2 والويك راب اب ده المفروض تخلصوه لغايه ما هيجي يقول لكم تحت خالص اللي هو this week is end thank you. بعدين خلي بالكم عشان الصيفي انتوا ما ينفعش ان انتوا تخلصوا مثلا ويك 1 او تعدوه بسرعه كده، ان انتوا خلاص ان انتوا مش مهم عايزين تخلصوا توصلوا مثلا ان هما واصلين وبعدين ترجعوا تاني، لا. ويك 1 انا عندي اتقفل اول ما خلصته. يعني اول ما كتب لي ثانك يو ودخلت على ويك 2 هو اتقفل. هو ما بعرفش اخش عليه تاني. لكن في الشتوي تقريبا بيخشوا عادي، لكن برضو ما تحطوكوش في البوزيشن دي، بلاش. انتوا يعني بصوا، هو كل مرة على حسب شركة معينة. يعني انا مثلا تبع طبعا مش فاكرة اسمها ايه، لكن هما مثلا ممكن ناس تبع يوداسيتي، ناس تبع حاجات تانية. فاللي هو لا، في كذا حاجة. بعدين عندنا تحت التعلم الذاتي، انتوا في العموم عندكم حتة أوسمة. انتوا لما بتتفرجوا على التعلم الذاتي ده بتاخدوا نقط، بتاخدوا أوسمة. لما بتتعاملوا في الحصص الافتراضية اللي هي الأونلاين ميتنج، اللي انتوا بتختاروها بقى انتوا ميعادها في الأول خالص. انتوا احنا عندنا بيمتحنونا في اللي هو زي كويستس كده، اللي هو بتاع 3 أسئلة اللي هما بسرعة جدا. يعني انتوا حتى لو فكرتوا تغشوا فيها انتوا مش هتلحقوا. لا يعني لا، مش هتلحقوا بقول لكم. يعني لو اللي يفكر مثلا يفتح شات جي بي تي، لو يغششه كده، لا مش هتعرف. انت لغايه ما شات جي بي تي اصلا تصور له وتبعت له وتقول له حلو ويرد عليك، هو بيكون مثلا وصل للسؤال اللي بعديه وقرب يخلص كمان. فلو هو موضوع سريع مثلا 7 ثواني حاجه كده، فاللي هو موضوع بسرعه قوي. فما تحاولوش، لازم تكونوا مذاكرين. يبقى اهبطوا بقى او خشوها باللوجيك. ده لو انتوا مش مذاكرين. ماشي. عندنا اخر حاجه، او مش اخر حاجه قوي، عندنا هنا حاجه الحصص الافتراضيه والحصص التطبيقيه. الافتراضيه دي اللي بتكون في البيت، اللي انتوا بتاخدوها اونلاين. زي مثلا اهي، مش عايزه اطلع اقعد اخش واطلع، لكن اعمل لكم اي حاجه. بصوا اهو، هما مثلا بتاع 3 مجموعات، 5 مجموعات. وبعدين في حاجه في الاخر اسمها سمر كامب، اللي هو ده سمر كامب. ده انتوا بتقعدوا اسبوع، بتقعدوا تنزلوا وبتاخدوا، يعني بيكون اسبوع طلع عليكم فيه. مثلا الحصه الاولى هي لما اصلا، يعني مثلا قبل اول حصه مثلا، يعني مثلا مثلا انتوا عندكم اول حصه افتراضيه دي بكره، ممكن يفتح النهارده بالليل حاجه كده، ان هو يقول لك اضغط هنا. فانتوا لما مثلا تضغطوا هنا عندكم، بص بيحمل. فالعموم يعني هيطلع لكم كذا يوم. يعني بصوا اهو، كذا دوره. احنا كنا جروب كذا. يعني بصوا، كان اول حصه حضرتها كانت يوم 24 يوليو الخميس. اهو عندي ان هو كاتب لي ان انا حضرت. وعندي هنا الفيديو مسجله. يعني الحصص بتكون اوريدي مسجله بتاعه الاونلاين، لكن لازم تحضروها عشان في 3 اتندنس في اول حصه وفي اخرها وفي نصها. وفي ممكن بيعمل لكم جروبات في الاخر ان انتوا بتجوين عشان ميس بتطلب منكم حاجه بروجكت كده، ان انتوا كلكم مثلا بتقسمكم المجموعات تعملوها. ان هو مثلا مثلا اعملوا اخر حاجه فلو تشارت. كلكم بتدخلوا مثلا، بتقسمكم مثلا 4 مجموعات او حاجه كده يعني. كل مجموعه بيساعدوا بعض، اللي يحط بقى على اللابتوب اللي هيقدم للميس الجو ده. ماشي. بعدين هو بيكون كاتب الحصه دي. مكان الفيديو المسجله دي هيكون مكتوب اللي هو انضمام الجلسه. فانتوا بتدوسوا عليها ساعتها. لو اصلا قبليها مثلا ب10 دقايق كان في كاونتنج داون، اللي هو 9 دقايق، دقيقتين، الجو ده بس. وبعدين عندي اللي هو مثلا في اول مكان ده بيكون فيه 4 حصص. يعني ده اول شهر عدى. ماشي. هو المفروض ان هما نخلصهم في شهرين، انا مش عارفه ازاي.
الشارع اغاني زمان نقول لا. استنى. بعدين هو برضو بيقول لكم انتوا جروب كام، انتوا لازم تكونوا عارفين جروب كام فوق. مش هقول لكم جروب كام استنى، عشان هو كده مش هقول لكم جروب كام. في اخر الحصه برضو في اخر الاتندنس بياخد في حاجه اسمها ريزومي. حاجه كده بيبعتها لكم اللينك هم عايزين يتعاملوا معاكم في اي حاجه، مفيش واتساب، مفيش جروبات واتساب، مفيش اي حاجه من الحاجات دي، بيتعاملوا معاكم في الشات بتاع الزوم. خلي بالكم لو دخلتوا في نص الاتندنس ما تخشوش تفتحوا المايك وتقولوا يا جماعه مش عارفين انا لسه داخله مش عارف ايه. ان هو لا، استنوا الست او الراجل يخلصوا وبعدين قولوا له ان هو انتوا معلش احنا داخلين متاخر، فان هو كده. او المايك عندكم بايظ فان انتوا تكتبوا لهم في الشات ان هو كذا كذا موجود. بس عندنا ايه تاني يا ربي؟ بس او التفاعل لازم تتفاعلوا مع المدرسه. بس فاحنا المفروض نخلص ده، والصيف السمر كامب ده انتوا بتنزلوا كل يوم. حصص طبقيه المفروض هتكون عندي لو اعتبرت النهارده الحد يعني، فان هو هتكون يوم الاثنين. هيجي يقول لكم برضو تدوسوا تستكشف، هيكون نفس الحاجه، هيطلع لكم كذا واحده زي في الحصص الافتراضيه اللي كان لما تخشوا على اول واحده اللي هو اضغطوا هنا هتلاقوا بقى المكان والساعه وامتى والحاجات دي كده ببعتها لكم واتساب او ايميل. انا بعتولي واتساب لما اسمه ده كنت متاخره. انا كنت عارفه ان انا المفروض اخلص اسبوع حلو كل قبل حصه، فكان بيقولوا لي ان انت في مثلا في الاسبوع الاول لسه واحنا في الاسبوع الثالث، فلو انت متاخره جدا يعني. بس فان هو كان وكده. بعدين هما تقريبا ما شافوش ان انا بعمل حاجه، فان انا والله كنت بذاكر اللي كانوا مجمع. انا فاكره ان انا عملت حاجه غلط، انا كنت بكتب كل كلمه كل كلمه الست بتقولها اهو. فهو بجد الموضوع ما تكتبوش، تكتبوا اخركم مثلا صوروا يعني اتفرجوا عليه على اللابتوب، لو في حاجه مثلا صوره او حاجه صوروها واكتبوا نوتس تحتيها بسيطه، او اسمعوها خلاص. يعني في ناس بيعرفوا يسمعوها خلاص وتثبت معاهم تمام، لكن الموضوع ده ما بيثبتش معاهم. ماشي. بعدين عندكم كالندر كده ماشي اهو، احنا في شهر اغسطس. هتلاقوا هنا هتلاقوا فيه زي دوائر زرقاء على ايام معينه، دي اللي بتكون فيها عندي حصص افتراضيه. عندنا بقى اخر حاجه اللي هو الطاقيه الخضراء دي لو واخدين بالكم منها، ده اللي هو المعلم. لو عايزين تسالوا حاجه تبع المنهج بتدوسوا عليها تسالوا. عندكم تحت خالص بقى اللي هو دليل الطالب، دليل الاوسمه تحتاج مساعده، اللي هو هما الناس اللي هما بتاع اسال الدعم. فان هو ده لو مثلا عندك مشكله ان هو مثلا يا جماعه ده لا او حاجه، عايزين تسالوا اي حاجه غير تبع المنهج. لو المنهج بتسالوا المعلم، اي حاجه بقى تبع اشبال مصر الرقميه بتخشوا تسالوا المساعد. دليل الاوسمه بقى مش عارفه، ودليل الطالب مش عارفه برضو. بس فهما ده كاشبال مصر الرقميه. انصحكم تخشوا الشتوي بلاش الصيفي عشان صعب، مش صعب لكن انتوا لو تعرفوا تخلصوا منهج بسرعه وتعملوا نفسكم قوي هو تمام، لكن لو ما تعرفوش بلاش انا بنصح. عندنا ايه تاني؟ بس فهو ده اشبال مصر الرقميه. انا معرفتش ازنوني فيه فان انا متاخره بسبب ان انا مشتركه في كذا حاجه، فانا برضه مركزه معاهم مش مركزه مع اشبال مصر الرقميه بس. مش انا داخله في ايه تاني؟ عندنا في حاجه اسمها اي انترنشيب تقريبا، اللي هي هتلاقوها كيان المصريون الشباب. انا مش عارفه السن بصراحه كام، لكن اللي هو هي تبع وزاره الشباب والرياضه. حلو قوي. انا بحب الناس اللي هناك جدا 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 ولذيذ جدا ومهيصين علينا جدا. واحنا اصلا عملنا اسمه ايه ده الانترفيو في اول شهر 7 وبدأنا في نص شهر 7 والمفروض ان احنا نخلص في اخر شهر 7 المفروض ان احنا خلصنا. لكن هو هياخدوا ناخد شهادة 8 لسه هيقرروا يقولوا لنا. لكن هو بجد هو الناس هناك لذيذة لطيفة. احنا نزلنا حفلات وحاجات كده، اصلا بيودونا مش حفلات بقى ننظمها وكده، لا بالعكس احنا بنروح هناك حفلات وحاجات كده. بجد الموضوع لذيذ جدا. بس وده كمصريين الشباب. هتلاقي اي اللي هو مش اي اللي هو حرف الاي، لا اي اللي هو العين، عين واحده. عندنا ايه تاني؟ في حاجه اسمها سيف. خشوا برضو شوفوها، الناس اللي بيحبوا الميديكال فيلد اللي هو بيعلموكوا بقى بيسالوكوا على السي بي ار البرينز. يعني انا ما سالونيش حاجه عن غير في الفورم اللي انتوا بتملوه هو في كام درجه برين اللي هو درجه حرقان. في 3 درجات، لكن في ناس بيقولوا ان هي 4 هي كده يعني. بتكتبوا لهم تشرحوه في سي بي ار. في بصراحه انا كنت انترستنج في الموضوع ده، وانا اوريدي كنت سامعه فيديو واحد بيشرح اللي هو دكتور سي بي ار. هي طريقه كده ان هو دي فور دينجر، ان انتوا بتبصوا لو في مثلا يعني لما تلاقوا حد مثلا واقع على الارض، فانتوا اول حاجه المفروض تعملوا دي فور دينجر اللي هو تتاكدوا مثلا ان هو مش جو اللي هو انت هتروح تساعده هينقضوا عليك انت. ماشي. اور في الريسبوند ان انت تروح اسمه ايه ده تساله ان هو انت عايش، انت كويس، ان هو ممكن عادي جدا يكلمك، فهو ده تمام جدا. لو ما ردش بتشاوت اس فور تشاوت فور هيلب،
ان انتوا تصوتوا ان هو حد يساعده، وان انتوا تكلموا المستشفى اللي هو امبولانس. بتكلموا حد في المستشفى قبل ما تعملوا اي حاجه، لازم تكلموا الاسعاف. بعدين عندنا السي والبي والار. مش فاكره السي اللي هو، انا هشرح لكم انتوا المفروض تعملوا ايه بالظبط. ان هو اول حاجه انتوا بتحطوا، عارفين لما الناس بيحطوا ودنهم جنب زي مثلا المريض نايم كده دلوقتي، ماشي، انا بعمل كده ان انا وشي يكون حاسس بنفسه في وشي في خدي، وفي نفس الوقت سامعه نفسه لو بيتنفس ولا لا، وشايفه ببص على صدر المريض اللي هو بيرفع وينزل لو هو بيتنفس ولا لا. انا ولا شفته، انا ولا حسيت بيه بخدي ان هو ان في هوا ان هو بيطلع، ولا سمعت نفسه، ولا شفت ان هو صدره قاعد ينزل ويطلع ان هو تنفس يعني. المفروض اول حاجه بقى تعملوا اسمه ايه دي معلوماتي الشخصيه ماليش دعوه. المفروض ترجعوا راسه، لكن خلي بالكم عشان لو في كسر او حاجه المفروض ما تحركوش الجسم قوي، ترفعوا بس راسه ان هو تتاكدوا ان هو يعني لو سي كده راسه انتوا تمسكوه بس بالراحه، ترفعوا راسه ان هو كده، ان هو الهواء ان في ان هو يعرف يخش له هواء، ان انت بتساعده ان هو يعرف يتنفس. يعني ده مجرى التنفس هو ينزل بسرعه، هو كده كده هو نازل كده، فاللي هو انت بتساعده تتنفس فاهم. ماشي، دي اول حاجه. بعدين المفروض بتعمل ايدك كده، اللي هو اهو او يعني كده. انا بعرف بايدي كده اكتر عشان انا يعني اللي هو ايدي اللي لو انتوا اليمين، لو انتوا بتستخدموا ايديكم اليمين مش الشمال، ان انتوا في ناس بيستخدموا ايد اليمين بيكتبوا بايد اليمين، والناس بايد الشمال، انا بكتب بايدي اليمين، فايدي اليمين على ايدي الشمال بعمل كده اهو كده وعلى صدره، ان هو في الحته دي بالظبط، ان هو انتوا في نص قفص الصدري هما علميا انتوا المفروض تدوسوا مش بسرعه قوي ومش ببطء. انتوا ببطء انتوا بتعذبوه بجد، ان انتوا مش انتوا المفروض تعملوا السي بي ار ده ليه؟ عشان هو كده انتوا القلب مش بيتحرك، فمش فكره مش بيتحرك، مش قادر يعمل وظيفته الكافيه، فانتوا بتساعدوا ان هو الدم يتنش، ان هو كأنكم انتوا القلب، في ان انتوا الدم من القلب يطلع لبقيه الجسم ويخش في العقل. عشان بسبب الموضوع ده انتوا لو سبتوه هو واستنيتوا مثلا اسعاف، هو ممكن مثلا الدم ما يوصلش للمخ، فان هو مخه يقف، فالموضوع بيكون بشع. في العموم فانتوا بتقعدوا المفروض دراعكم بزاويه 90، ان انتوا بالظبط ان هو كده، انتوا ايديكوا كده ماشي بس، ومفروض تخشوا 2 انش اللي هو 5 سنتيمتر تقريبا، وتدوسوا جامد وبسرعه، يعني عارفين اللي هو طن 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 طن، انتوا مش بسرعه قوي اللي هو طن 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 عارفين القلب لما تحطوا ايديكوا على قلبكم كده، او 1 2 3 4 5 6 7، او بالراحه، هو مش بالراحه ومش بسرعه، يعني مش 1 2 لا، 1 2 3 4 5 6. هو اكيد بتسمعوا عمركم اكيد كلكم حطيتوا ايديكم قبل كده على قلبكم، ان انتوا سامعين قلبكم ضرباته عامله ازاي، يعني هي ولا كده ولا بطيئه ماشي. لازم تدوسوا جامد ان انتوا عشان انتوا لو ما دوستوش 5 سنتي دم مش هيوصل للمخ. حاجات معلومات اقول الله مبسوطه ان انا بقولها. لكن يعني خشوا يوتيوب، حياة معلوماتي دي جايه من يوتيوب، انا مش دكتوره وماليش دعوه بالطب، وما خدتش اصلا لغايه دلوقتي عمري في حياتي ما خدت بيولوجي، فده سيبوني في حياتي ماشي. فانتوا المفروض كده. وبعدين ان هو انتوا علميا بيقولوا ان انتوا لو كسرتوا ضلع احسن بكتير، يعني مش احسن بكتير، انتوا اكيد مش، لو ما تخافوش ان انتوا تدوسوا جامد ان عشان ان انتوا تخافوا تكسروا ضلع، لا، انتوا ان هو كسر الضلع ان هو يتلحق، لكن ان انتوا لو ما عملتوش اللي هو سي بي ار ده والدم ما وصلش، فانتوا ان انتوا فاهميني ان انتوا بدل ما تخسروا المخ تكسروا الضلع فتمام، لكن اللي هو ان انتوا عشان خايفين من الضلع فانتوا بتعملوا بالراحه، فان الدم مش واصل المخ، فانتوا كده ممكن توقفوا مخه، فاللي هو الضلع هيتصلح ما تخافوش ماشي. بس عندنا ايه تاني؟ ده سيف انترنشيب. مش عارفه هي كانت مفتوحه قريب، مش عارفه هي مفتوحه ولا لسه، لكن يعني ملهاش حاجه معينه، بقوا اعملوا سيرش كل الحاجات دي، اعملوا سيرش جوجل. في حاجه برضو اسمها واي بروجكت، دي من تبع كليه هندسه، بيعلموكوا روبوتكس وحاجات كده، والوسايز هناك الناس اللذيذه جدا في العموم، كلهم فريندلي جدا. عندنا مين تاني؟ عندنا برضو في جن زي كامب، ده كان 3 حصص ماركتنج، انا دخلت ماركتنج وبايثون وسي بلس بلس، هما 3 حصص يعني بجد. مثلا ان هو مثلا خميس، هو اصلا عندي ان هو كان النهارده السبت والتلات اللي هو ده والسبت اللي بعده، فاللي هو مش هياخد اكتر من 3 اسابيع ماشي بس. وعندنا مين تاني؟ ما اظنش ان في حاجه تانية دخلت فيها. كان فيها برضو فورمز بقى، ريادة اعمال، حاجات كده. بصوا هو اي انترنشيب اللي هو بتاع كيان مسؤولين الشباب، ممكن كده بيبعتولكوا حاجات فورمات ان انتوا لو عايزين تخشوها تعملوها، فهي حاجه حلوه. او هما من شروطهم برضو ان انتوا ما ينفعش تكونوا في كيان تاني تخشوا حاجات كده. بس ده كل المعلومات اللي عندي في
الكورسات والانترنشيب والحاجات دي. بلس لو عايزين برضو حاجات اكتر فبجد اعملوا سيرش جوجل. شات جي بي تي تحفه، راجل بجد تحفه. شات جي بي تي بيطلع حاجات تحفه. وعندنا اكتبوا بقى اكتبوا بس انترنشيب او اي حاجه او كورسات فور فري على فيسبوك، انستجرام، اي حاجه فيها هتلاقوا حاجات كتير قوي. انا في ناس اصلا بره بيعملوا انترنشيب انا مشتركه معاهم، يعني اللي هو مش مشتركه معاهم لكن انا مشتركه في الاكونت، فاللي هو بس عشان ما اطولش الفيديو اكتر من كده عشان هو طويل. ف دي كانت رحلتي مع كل الكورسات اللي انا دخلتها. وحاجه مهمه، ما تعملوش ما تزنقوش نفسكم نفس السودا اللي انا زنقتني فيها وخدت كل الحاجات دي في صيف واحد. اخر حاجه برضه اقولها، اخر حاجه بقى عشان ننهي الفيديو ده عشان طول جدا وانتوا زمانكم اكيد زهقتوا مني. عندنا اكتر حاجتين بس كنت عاوزه اقولها لكم برضه تاخدوها جنب الكورسات مثلا. يعني بصوا انتوا حاولوا تاخدوا سكيلز على قد ما تقدروا. هتقولوا لي ليه؟ لكن يعني بصوا انتوا ممكن تعملوا زي اللي هو تاخدوا كورسات هتنفعكم لكن خدوها في كذا مجال مختلف، يعني ما تقعدوش تزنقوها في مجال معين، فاهماني؟ يعني خدوها حاجات كمبيوتر ساينس، خدوا حاجات تبع ماث، خدوا حاجات تبع كل حاجه تبع اللي هو الفيلد اللي انتوا عايزينه، اللي هو عايزين مثلا تخشوا كليه ايه فخشوا تبعها. لو انتوا زيي فان انتوا مش عارفين انتوا لغايه دلوقتي عايزين تخشوا في ايه، لكن انا كده كده الحمد لله يعني فانا مش ادبي. على فكره ما عنديش مشكله مع ادبي، لكن انا بنت ان انا ما بعرفش احفظ وبكره الدراسات وبكره الفلسفه، ف عشان كده دخلت ايه. بس انا بحب المواد اللي هو الماس وبحب الساينس. اخر في سينيور 1 كنت كارهه الماس جدا فحبيت الساينس، فمش عارفه لغايه دلوقتي برضه انا هخش علمي رياضه ولا هخش علمي علوم. هنعرف مع بعض مع الوقت ان شاء الله. مع اخر اللي هو عداني على شهر 4 اللي جاي هقول لكم انا دخلت ايه، او لو عرفت قبليها هقول لكم برضه. فانا مش عارفه انا عايزه اخش علمي علوم ولا علمي رياضه. فانا بشوف في الكليات يعني زي مثلا هندسه، او دخلت حاجه تبع وايت بروجكت تبع كليه هندسه اوريدي. برضه ممكن اخد كورسات في الماس لو عاوزه اخش هندسه. في اللي هو حسابات ومعلومات اللي هو كمبيوتر ساينس او الحاجات دي. فباخد حاجات تبع الروبوتكس والكمبيوتر وحاجات يعني كده. ورحت روبوكاب وايسف واتجولت في المجال، فاللي هو تمام. لو علمي علوم كحاجات ميديكال فيلد اللي هو حاجات طبية في العموم، فأنا عارفة إسعافات أولية وعارفة اسمه ايه ده أنواع الحروق، عارفة حاجات بيزكس يعني. لكن أنا كده إن شاء الله كنت عايزة أكمل أخد اللي هو السيف دي، لكن بصراحة كان أشبال مصر كانت ضغطاني قوي فأنا مكنتش عارفة أكمل فيها فما رحتش الانترفيو. ف ما رحتوش. فانا كنت عايزه اخش ان هو حاجه تبع ميديكال فيلد برضه لو عايزه اخش علمي علوم، لكن في الاول في الاخر هنشوف ما بين سير 2 وسير 3. لو دخلت علمي علوم ان شاء الله اخش سيف، لو ما دخلتش علمي علوم برضه هخش سيف عشان انا عايزه اتعلم لو في حد مثلا واقع قدامي اعمل فيه ايه. عشان انا بجد في كشافه مره كان في بنت واقفه جنبي، انا المفروض قائده ماشي، فاحنا القائدات بتقف في الاول بعدين الطليعه بتقف وراهم كده اللي هو المجموعه بتاعتهم. فهي كانت بتسألني، احنا كنا في قاعدة بقى اللي عليا كانت واقفة في النص، هي المفروض هي البنت اللي معايا في الطليعة دي تسألني في اللي هو مجموعتي اللي انا مسؤولة عنهم، تسألني هي ممكن تروح تشرب مية. فانا استأذنت من القاعدة اللي عليا الكبيرة دي ان هي هل ممكن ان هي تروح تشرب مية. هي لازم تستأذني عشان استأذن الأكبر مني عشان تروح ماشي. فقالت لي معلش استنيها بس دقيقتين، ان هي لغاية مثلا ما القائد بقى الكبير بقى ان هو يجي لنا وان هو يقول كلمته وهتسيبنا ان احنا نروح نشرب ميه. فمش استنيني مثلا 5 دقايق بالكتير وهنروح كلنا نشرب ميه. فانا يا جماعه فجاه انا كنت واقفه، احنا المفروض واقفين على حرف يو عشان هي كانت واقفه جنبي. فانا فجاه لقيت في انا بصلها ان انا بقول لها ولسه اللي هو انا في العموم لما بكلم حد ببصله، يعني انا زي مثلا بكلمكم دلوقتي فانا ممكن ابص اكلم اعمل في حاجه تانية، لكن بعديها بثانيتين برضو ابص اتاكد ان انتوا كويسين، ابص على وشكم يعني حاجه كده طبيعه فيا ان انا لو بتكلم معاك مثلا لما اتكلم مثلا مع صاحبتي دلوقتي مريم، لو بصيت لصاحبتي ساره رجعت اتكلم معاها، لكن برضو ببص لمريم بعدين ارجع بقى اكمل بقى كلامي مع ساره مثلا. فانا برجع ببص عليها كده ثانيه، انا لقيتها ايديها اتشنجت وكانت ثابته جنب جسمها، وجسمها هو مش اللي هو وقع كده، اللي هو لا هو كان ثابت بالظبط كده وقع كده اللي هو هي ما اتحركتش، هي وعينيها مفتوحه وانا كنت مرعوبه اللي هو تسوي ايه اللي بيحصل. بدوس هي بجد كانت واقفه وعمل كده، هي ما اتنتش
لا هو كان بالظبط خشبه وقعت على الارض. فالموضوع كان مرعب جدا يعني. كنت عايزه اساعدها في العموم، شربنا ميه وهي الحمد لله كويسه دلوقتي لو تسالوا عليها. فهي الحمد لله الحمد لله انا بحبها في العموم. بس وده برضو هي اللي كان عايزين نخش سيف كذا حاجه، ان هو على الاقل ان هو معلومات المفروض ABC كل الناس تكون عارفينها اصلا، مش اللي هو مثلا عايزين يخشوا ميديكال فيلد بس. بس ودي كل الكليات اللي انا انترستنج فيها. فنون جميله بحب الرسم جدا حبي. آه، تجاره ما عنديش مشكله. بزنس اوكي، انجلش اوكي. انا في الحالتين انتوا تخيلوا انا كده كده بحب الكليات كلها، كل كليه بشوف ليها ميزه. طيران انا طويله جدا، انا متر 72، فمش عارفه اصلا ده ينفع ولا لا، لكن كده. لكن انا نظري ضعيف، انا بلبس نظاره فما اظنش هم هياخدوني. انا ما عنديش، انا بجد كل الكليات انا بحبها. حقوق برضه بحس ان هو اكون محاميه بقى، هو ست قاضي. هعمل لك كده يسجنني في ثانيه. سيادة القاضي، حضرة السادة المستشارين. ان موكلي. لا الموضوع لذيذ، بحب الافلام بتاعته. فانا بجد دايسه في اي حاجه، وكل اللي ربنا يجيبه لي حلو. بس انتوا بس حاولوا تشوفوا الحاجات اللي هتنفعكم في كل المجالات. اهم حاجه برضو اتعلموا اكسل وباوربوينت و HTML وجافا سكريبت. لو جبت برضو طرق البروجرامينج وحاجه كده في نفس الوقت، الاكسل وباوربوينت مهمين جدا. فدول هتلاقيهم في اي شغلانه، عشان كل الشغلانات دلوقتي الفايلات مثلا تبع الكمبيوتر، فانتوا تستخدموا الكمبيوتر. لازم تتعلموا تعملوا اكسل. فده اكسل ده ثابت معاكم في كل المجالات. بس وده كان فيديو النهارده، معلش طولت عليكم حبتين كتار، لكن اشوفكم في فيديو جديد، وسلام، بحبكم جدا، باي.